حبابي السلام عليكم، كيف دايرين؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير. كنتمنى لكم تكونوا في ظروف كذلك صحيه جيده. في هذا الفيديو هذا حاولت ما امكن نتطرق لواحد الموضوع اللي هو مهم، وهو الموضوع ديال الغده الدرقيه. حنا كنعرفوا بزاف ديال السيدات اللي كيعانيوا من هذه الغده الدرقيه، واحد اكثر من نقولوا من 90% في العالم كيعانيوا من الغده الدرقيه. ولهذا انا في هذا الاطار هذا حاولت ما امكن نشارككم واحد التغذيه اللي هي صحيحه ومهمه بزاف للناس اللي كيعانيوا من الغده الدرقيه، وانا وحده منهم. في الاكل ديالي كنحاول ما امكن بعد على اللحم، على الدجاج، على الكفته، يعني كنركز بزاف على في التغذيه على الحوت. والحوت ما كنطيبوش باي طريقه، كنطيبو بواحد الطريقه اللي هي صحيحه واللي هي تقدر يعني تعاوننا وتساعدنا على العلاج، ونحاول ما امكن ما ناخذوش كذلك الدواء في هذا الاطار هذا. عندي هنا كيف ما كتشوفوا هاد جوج ديال الحوتات، من بعد ما غسلتهم زولت لهم هادشي اللي كيكون عندهم الصارين ديالهم وداكشي لداخل، زولت لهم كذلك هاد القشيرات هادو اللي كيكونوا، ودابا غادي نشرم لهم وغادي نديرهم في الفران. وهاد الطريقه هذه سهله كتعرفها اي وحده فينا، ماشي شي حاجه اللي هي زعما جديده، غير انما غادي بحال غادي نعاود نجدد هاد الشيء هذا معكم. وغادي نديرو في الفران، كيطلب واحد 15 ل 20 دقيقه، ومن بعد غادي نتغداو به ان شاء الله. وهذا يعني ما غاديش نقول شي حاجه اللي غادي نديرها جديده، كيف ما قلت غير هو للتذكار، لاننا حنا كنساو بان هذا السمك راه هو مهم بزاف في الماكله ديالو، وخاصه لصحتنا. وخاصه انا كنهضر على السيدات ولا على الرجال اللي عندهم المشكل ديال الغده الدرقيه، اللي العلاج ديالو كيتم يعني حاليا ولا في هذا الوقت هذا كلشي كياخذ الدواء. الا بغينا نبعدوا من داك الدواء، والا بغينا نعالجوا نفسنا بيدينا بلا دواء بلا حتى شي حاجه، كما كيهضروا بزاف الدكاتره في هذا الاطار هذا، ومنهم كذلك الدكتور الفايد، الدكتور الحليمي. يعني انا كنتبع دكاتره بزاف في هذا الاطار هذا. انا يعني ما غاديش نقدر نجبد الدكاتره كاملين. المهم قلت علاش لا ما غاديش نرجع معكم لهذه الطريقه هذه، وان شاء الله نكون انا واحد وسيطه خير كذلك في العلاج ديالكم، في العلاج ديالي حتى انا معكم، ونبقى معكم نشارك معكم هذه الطريقه هذه. بقاو معايا. هنا كيف ما كتشوفوا دابا غادي ندوز معكم الطريقه ديال التحضير. كيف ما كتشوفوا عندي هنا الفصيصات ديال الثومه. اول حاجه غادي نحكهم هكا بيديا، الطريقه هي سهله، ندير لهم بحال هكا. انا عندي واحد شويه ديال بلاتي نحط هادو هنا، عندي شويه ديال الكمون، شويه ديال الفله حمراء، وشويه ديال الملحه حسب الذوق ديالكم. الفله حمراء باش كتعطينا واحد شويه ديال اللون في الحوت. الكمون كنعرفوه كلنا صحي، المليحه كذلك. غادي نخوي هادشي هذا. راه الطريقه كما قلت لكم سهله بزاف، ما كطلب ليناش الوقت. غادي نديرو شويه ديال هنا كيف ما شفتوا. من بعد ما درت هذيك يعني التخليطه اللي كانت عندنا هنا، كيف ما شفتوا درنا هنا زيت الزيتون، الثومه، داك شويه ديال الكمون، شويه ديال الفله حمراء. خلطت هذاك الشيء مزيان في هذه الزليفه هذه. للاسف تقاطع لي الفيديو ملي كنت كنسجل، المهم ماشي مشكل. درنا هاد الشرموله هذه هنا، شرملت بها هاد الحوت هذا ديالي كيف ما كتشوفوا هنا. غادي نرجع معكم مره اخرى الحوت ديالنا. كيف ما كتشوفوا كنت كنصور تقطع ليا الفيديو بوحدو. هنا كيف ما وريتكم قبل شرملنا هذاك، درنا داك العطريه كيف ما كتشوف الشرموله. قطعت شويه ديال المعدنوس هنا فريش، درتو هنا في الحوت الداخل باش ما كيتحرق ليناش في الطياب. هنا كيف ما كتشوفوا الحوته الاخرى حتى هي صافي. درت واحد 2 معالق ديال الماء، درت هادو الوريقات ديال سيدنا موسى، طريت فاض ديال الحامض باش يطلقوا لينا المذاق كذلك والريحه. هانتوما كتشوفوا الحد ديالنا دابا صافي واجد، الزويته بلديه راه هي فيه. غيبقى ليا الا نغطيه بهذا الورق ديال الفران. ودابا صافي غادي من بعد ما غطيتو غادي ندخلو الفران يطيب واحد 20 دقيقه. ملي غادي يطيب لينا غادي نوريه لكم كيفاش وجد. كيف ما كنعرفوا يعني الحوت ما خصوش طيب بزاف،
يعني كما قلت لكم واحد 20 دقيقه، لان كيبقى فيه داك القوه ديالو وما كنحرقوش يعني في الفران وكتمشي له داك القوه ديالو. كنخليوه يطيب على خاطرو داك 20 دقيقه على 160 درجه ديال الحراره، 170 درجه ديال الحراره. ومن بعد كناكلوه ان شاء الله يدخل عليكم وعلينا بالصحه والعافيه. من بعد غادي نشارك معكم الطبخ، يعني النهايه ديال الطبخ ديالو. ودابا الحباب ديالي من بعد ما درت هذاك الحوت في الفران غادي نرافقو بشويه ديال الخضره. كيف ما كتشوفوا عندي هنا الفلفله الحمراء حلوه، عندي الدنجال، عندي القرعه. غادي نقطع هاد الخضره كامله على شكل هاد المستطيلات كيف ما كتشوفوا بحال معايا هكا. صافي كلشي طويل برقيق. غادي نقطع هذا القرعه حتى هي. من بعد ما قطعت القرعه غادي نقطع الدنجال حتى هي. حتى هي نديرها قطع هكا طوال. صافي كنقطعها بحال هكا. من بعد ما قطعت يعني الدنجال والقرعه غادي نقطع كذلك الفلفله. نضيفها حتى هي لهاد الطاوه اللي دايره فيها الخضره. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما قطعت هاد الخضره غادي نرش عليها شي شويه ديال الملحه. الملحه ما كنكثروش بزاف باش ما كتجيناش مالحه بزاف، حيت من بعد غادي نخلطوها وغادي نشوفوا الا كانت ناقصانا ملحه غادي نزيدوها مليحه. صافي غير واحد شويه. وغادي نضيفوا شويه ديال زيت الزيتون. انا راه كنطيب بزاف بزيت الزيتون، ما كيعجبنيش زيت الرومي لانه كنعرفوا كاملين حنا ماشي صحي. وصافي الخضره ديالي هي دابا صافي واجده، الملحه والزيت ديال الزيتون. وغادي ندخلها للفران باش غادي يعني طيب لي واحد شويه في الفران. في بلاصه ما كنقليو هاد الخضر في الزيت كنجيبوا القرعه نقليوها، ونجيبوا الدنجال نقليوها في الزيت والفلفله، وكنديروا الزيوت. بالنسبه للناس اللي عندهم الغده الدرقيه من الاحسن يبعدوا من المقله ديال الزيت ومن القلي ومن اي حاجه كنديروها في المقله. احسن حاجه لطياب الناس اللي عندهم الغده الدرقيه اما يطيبوا في يعني في شي طاجين ولا في شي طاوه بالمريقه ويعني، ولا يديروا داكشي في الفران باش ما كيضروا حتى شي حاجه. واحد شويه غادي نرجع لعندكم. بالاضافه لهذيك الخضره اللي درنا في الفران غادي جبت كذلك هذه الخضره هذه خزو بطاطا غادي نقطعهم قطع صغار، غادي نديرهم في الكسكاس يتبخروا، وحتى هما غادي نضيفهم للغدا ديالنا مع داك الحوت اللي درنا في الفران. غادي نقشر هذا خزو هو الاول، نقطعو ديريكت يعني في الكسكاس. هنا كما كتشوفوا البطاطا والخزو حطيتهم يتبخروا. ملي غادي يوجدوا غادي ندير لهم واحد شويه ديال العطريه، شويه ديال الشرموله، ونوريكم الطريقه اللي غادي ندير كذلك. صافي الخضره كما كتشوفوا وجدتها، هي وجدت في الفران. غادي نجمعها هنا في هذا المول، كنخلطوها بحال هكا. هنا كتشوفوا قطعت هنا واحد البصله حمراء ومطيشه وحده. هذا الحامض غادي نحتاجو، غادي نعصروا عليها. غادي نضيفوا لهاد الخضره هذه. غادي الملحه من بعد ما كنذوقوها الا كانت ناقصه شي شويه غادي نضيفوا شويه. انا غادي نزيدها واحد شويه ديال البصله البزار عفوا. وغادي نضيف واحد شويه ديال زيت الزيتون كذلك، نفس المعلقه كنخلط بها كلشي. زيت الزيتون كنعرفوها صحيه، نقدروا نديروا اكثر من معلقه. صافي ودابا غادي نخلط هاد الخضره مع البصله ومطيشه اللي ضفناها في النهايه، وصافي وغادي نحطوها مع الطلا ديال الحوت ديالنا. نضيفوا واحد شويه ديال السيترون كنعصروا عليها. الخضره حتى هي اللي كنا بخرنا كيف ما كتشوفوا هي وجدات. غادي نخلطها بحال هكا. صافي نخويها في الجبانه ديالنا.
كما كتشوفوا عندي حتى هي شويه ديال الملحه، لان سلقتها بشويه ديال الملحه وغادي نضيف لها باش تجينا بنينه في الماكله ديالنا. الملحه كيف ما كنقولوا حسب الذوق، ما تكثروش الملحه باش كتجي الماكله صحيه اكثر. ندير شويه ديال البزار، شويه باش ما يضرناش في المعده حتى هو. زيت الزيتون، اللي بغى يضيف البصله الخضراء حتى هي كتجي، ولكن انا اكتفيت هكا. انا محبه في زيت الزيتون، كنديرو بزاف في الطياب وفي لي سالاد وفي كل شيء. ما كنديرش كاع زيت يعني العاديه ولا زيت الروميه. وهنا كيف ما كتشوفوا عندي هاد المعدنوس غادي نقطعيه ورقات هكا بيو صحيين بزاف، بحال هكا الوريقات. كيكون عندي موجود في الكوزينه بزاف، كنحتاجو بزاف وكيجيني بنين في يعني في الماكله مع لي سالاد مع شي حاجه اللي غادي نحتاجو فيها. صافي هما كيف تشوفون شلتهم غير بيدي بشكل عادي. صافي دابا غادي نخلط هذا باش ما يعني ما تعجن لي، يعني ما تعجنش كما كنقولوا. غادي ندير لها بحال هكا، كنخلطها غير بيدي بحال هكا. نخليو هاد الوريقات هنا، تكون الجبانه واسعه شي شويه باش تقدروا تحركوها. صافي حتى هي غادي نضيف لها هاد شويه الورقات المعدنوس غير هكا نشتتوهم. الحوت ديالنا كيف ما كتشوفوا ها هو وجد. ها نتوما ما خليناش كما قلنا يطيب بزاف باش كيبقاو فيه داك لي بروتين ديالو. كيجي غزال. صافي غادي نحطوا البطيطه اللي وجدناها حتى هي معاه والخيزو، كنديرهم هنا غير هنا في الجنيبات كنزوقوا بهم. ما كتشوفوا هي درنا هزنا ليها قبيله البصله ومطيشه، حتى هي غادي نديروها من الجهه الاخرى. كتجي زوينه وبنينه بزاف وكيف ما كنقولوا صحيه دائما. وهنا جينا كيف ما كتشوفوا على النهايه ديال البلا ديالنا. كيف ما وريتكم الزواق ديالي انا درته بهذه الطريقه هذه، حطيت الخضر من جوج جوانب باش اللي بغى شي حاجه ياخذها. كنتمنى هذا البلا هذا ديال الحوت اللي هو صحي واللي خصوصا درته على الناس اللي عندهم الغده الدرقيه. حاولوا ما امكن تاكلوا الخضره بحال هذه الطريقه هذه، تاكلوا السمك ولا الحوت بهذه الطريقه هذه، لانه صحي بزاف ومفيد جدا للغده الدرقيه. وبهذه الطريقه هذه نحاولوا ما امكن كاملين يعني نبعدوا من الدواء ونشافيو راسنا الا بالسمك وبالخضر بهذه الطريقه وبهذا الشكل هذا. شكرا لكم على المتابعه. كنتمنى هذا الفيديو تعجبكم، والا عجبتكم حاولوا توصلوها لناس اخرين باش ان شاء الله كلهم يستافدوا. ونهاركم مبروك، مع السلامه، باي باي.